لو فاكر ان افلام الاكشن فيها بطولات، انا جاي احكي لك فيلم اكشن بس معمول من الاف السنين. فيلم فيه ملوك، فيه دم، فيه وحدة، وفيه كمان خيانة. هحكي لك النهاردة قصة بلد كل ما تقع تقوم اقوى، من مينا اللي وحد القطرين لحد احمس اللي قال الهكسوس حصلت المقتنع وطفلة الحشرة. ملامح من تاريخ مصر القديمة. حبايب قلبي أبطال أولى ثانوي، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال، وحشتوني جدا. بص بقى يا سيدي، كان فيه مؤرخ مصري زمان اسمه مانيتون السمنودي. الراجل ده قرر يكتب تاريخ مصر الفرعوني كله من أول ملك لحد آخر ملك. وعارفين قسمهم إزاي؟ تعال أقولك. قسم المؤرخ المصري القديم مانيتون السمنودي تاريخ مصر إلى 30 أسرة. واكتب لي عندك كده يا صديقي بين قوسين إن كل ملك بيحكم ويورث الحكم لأبنائه، هو وعياله كده على بعض بنسميهم أسرة. الراجل ده بقى فضل يعد في الأسر اللي حكمت مصر بالشكل ده، فلقاهم 30 أسرة. لكن المؤرخين اللي جم بعد مانيتون ما عجبتهمش التقسيمة دي، فقالوا احنا عاوزين نقسم التاريخ المصري لفترات بتبين أوقات الضعف وأوقات القوة. فكر معايا كده، هل كل الأسر اللي حكمت مصر كانت قوية؟ ولا كان في منهم القوي وكان في منهم الضعيف؟ بالظبط كده. المهم المؤرخين قاموا مقسمين تاريخ مصر الفرعونية لثلاث دول تميزت بالقوة والازدهار. بيفصل بقى الثلاث دول دول عن بعض عصور ضعف واضمحلال، يعني كل دولة قوية يجي بعدها دولة ضعيفة، عصر قوي عصر ضعيف، يعني ثلاثة أقوياء وثلاثة ضعفاء. بيسبق الستة دول بقى عصر يعرف بالعصر العتيق. وهنا بقى يا صاحبي عاوز اديك اللفتة مهمة قوي. ايه هي؟ لو جه سألك وقال لك المؤرخين اللي جم بعد مانيتون تميزوا عن مانيتون بإيه؟ اقول له على طول بالتحليل، لانهم مسكوا التاريخ المصري وفهموا اسباب القوة واسباب الضعف في كل أسرة، ومانيتون ما عملش كده. طيب خليني بقى يا صاحبي افهمك تفاصيل اكتر عن تقسيمة المؤرخين دول في الجدول اللي جاي ده. بص بقى يا صاحبي، قلنا بنبدأ التقسيمة دي بالعصر العتيق، واللي بيضم الأسرتين واحد واتنين. شوف بقى هنعمل دمج اهوت بين تقسيمة مانيتون وتقسيمة المؤرخين. العصر العتيق بيضم أول أسرتين، الأسرة الأولى والتانية، ودول بقى اكتب لي عندك أنا بسميهم عصر الميلاد أو التأسيس. المهم العصر العتيق يخلص نقوم داخلين في عصر الدولة القديمة، واللي عبارة عن 4 أسرات، أسرة 3 و4 و5 و6. خلصنا عصر قوي اهوت، ندخل على عصر ضعيف، عصر الانتقال الأول، واللي بيبدأ من الأسرة 7 لحد الأسرة 10. بعد كده عصر قوي، برافو، عصر الدولة الوسطى، واللي عبارة عن أسرتين، الأسرة 11 والأسرة 12. بعد كده عصر ضعيف، عصر الانتقال الثاني، واللي بيبدأ من الأسرات 13 لحد 17. بعد كده عصر قوي، عصر الدولة الحديثة، واللي بيضم الأسرات 18 و19 و20. ونختم بقى كل الكلام ده بالعصر المتأخر، واللي كان بيضم الأسرات من 21 لحد 30. طب أنا دلوقتي لو سألتك تعرف تطلع لي من الجدول ده أطول الفترات الزمنية وأقصر الفترات الزمنية؟ هتقول لي أنت كده يا جو عايز نحفظ التواريخ. لا يا سيدي، ما تشغلش بالك بالتواريخ دي خالص. أنا هديك ملاحظات واستنتاجات تكتبها وتعرفها كويس جدا، لأن الاستنتاجات دي هي أسئلة الامتحان وتغنيك عن حفظ التواريخ. فاكتب لي عندك كده جنب عصر الدولة القديمة إنها أطول عصور القوة والازدهار، واكتب لي جنب عصر الدولة الوسطى إنها أقصر عصور القوة والازدهار.